ده 7 دوجز وتوقعات الناس ايه هي، وهل الفيلم هيبقى حلو ولا وحش، وميزانيته الكبيرة قوي. لازم تتحاكموا بالقانون. لانك بتتكلم في 40 مليون دولار، ميزانية ضخمة قوي 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 لفيلم عربي، وتكاد تكون الاكبر كميزانية لفيلم عربي برضه. فيلم في 40 مليون دولار، متخيل؟ انا ناس كتير قوي مستنيه الفيلم ده، اعرفهم شخصيا مستنيين الفيلم ده، مستنيين يشوفوا كريم عبد العزيز واحمد عز بعد كيرة والجن. وانا مستني ده فيلم انتاج عربي متصور في السعوديه بالكامل، في نجمين شباك جامدين جدا زي الاتنين اللي احنا قلناهم، بطلين حرفيا كل واحد فيهم بيشيل فيلم. احنا متفقين تمام تمام. ضيف عليهم اتنين من اتقل نجوم هوليود اللي هو سليمان خان وسانجيت دوت. انت بتتكلم برضه في اتنين اخر 20 سنه هم نجوم هوليود حرفيا. تظن معايا ان الفيلم هيطلع لفوق؟ مش عارف. اعمل لنا لايك، سبسكرايب، قول لي رايك في الكومنتات، توقعاتك ايه. ولكن خليني اقول لك المخرجين هم برضه مخرجين عالميين، هلال الفلاح وعادل عربي. تقنيات 360، تصوير جديد، حاجات جامدة جدا. أول مرة تخش فيلم عربي، وده مخلينا كلنا حرفيا طالعين فوق بالفيلم ده. هل لما نشوفه أو هل بعد ما شفناه هيبقى على قد التوقعات؟ أنا مش متفائل. وليه مش متفائل؟ هقول لك. الفيلم التجاري المصروف عليه كتير، كأي عمل تجاري. أنت لو فاتح سوبر ماركت بتجيب بضاعة ب20 جنيه بتبقى عايز تكسب فوق ال20 وهكذا في الأفلام التجارية. بتصرف 40 مليون فأنت عايز 40 مليون، بتصرف 200 مليون فأنت عايز فوقين 200 مليون. وده بيخلي بعض المنتجين والمخرجين يهتموا شوية بالتفاصيل وينسوا القصة، وده في معظم الأفلام التجاري تقريبا 90% منهم، إلا شوية أفلام تجاري عدت من تحت لتحت كده، صرفت ميزانية وطلعت قصة. ده حصل في الأفلام العربي مش كتير. يعني أنا ما أظنش إن أنا أفتكر فيلم عربي تجاري عمل بوم بميزانية ضخمة وجاب ميزانية أتقل منها. لو هتكلمني في الفيل الأزرق أقول لك الفيل الأزرق ده رواية مش فيلم تجاري أصلا. فهنا أنا بشك في القصة الأول، والسبب التاني إن المؤلف للقصة أصلا المستشار ترك الشيخ. هو كتب أغنية لعمرو دياب كانت حلوة، كتب أفلام ما أعرفش الحقيقة، ما أعرفش عشان ما أفتيش، ولكن أنا ما أظنش إنه كتب أفلام. ممكن نقول 50-50 لسبب إن في حد تدخل وعدل في السيناريو، وده طبيعي مع أي مؤلف بيخش كسيناريست، يعني يعدل السيناريو ويكتب ويقول إفيهات ويحكي مواقف وبيعدل في القصة عموما. ده مخليني مقلق شوية. قول لي توقعاتك أنت كمشاهد إيه؟ هل متوقع إن الفيلم ده هيبقى جامد جدا فعلا زي ما شفنا في الإعلان بتاعه، ولا أي كلام وهتبقى قصة محلوبة؟ وأنا أشك إنه هتبقى قصة محلوبة من فيلم أجنبي. ولكن خلينا للآخر نتفرج على الفيلم ونعمل ريفيو مع بعض. استنوني في فيديو جديد، فيلم باليرينا من عالم جون ويك، ننزله خلال 3-4 أيام. ولو أنت وصلت لحد اعمل لنا لايك، سبسكرايب، وكومنت. اشوفك في فيديو جديد.